تخيل تخش الدماس عشان تحارب ملك الشياطين، تلاقي نفسك اتحبست جوه لمدة 10 سنين، لدرجة انك بتخرج تلاقي نفسك اتنسيت من العالم كله. بس في نفس الوقت عندك قوة اسطورية هزمت بيها ملك الشياطين. مين ده؟ ده يا عمنا هو لك ساحر جبار حفر اسمه في تاريخ السحر بقدراته القاتلة، وقرر في اليوم ده انه يتحط تحت اسمه 100 خط. وده لانه هو وإيريك وجورا اصحابه قدروا انهم يهزموا ملك الشياطين، والعيال صحابه كانوا مبسوطين على الاخر من اللي حصل. وإيريك قال لهم ان اخيرا ارتحنا من شر الملعون ده للابد. وبرغم فرحتهم بالانتصار ده الا ان لك كان حاسس ان في حاجه غلط ومش قادر يرتاح، لان فكره ان جيش ملك الشياطين سحب جثمانه وهو بيهرب ده خلته حاسس ان ممكن القصه دي يكون لسه ليها ديل ومش دي النهايه. ولكن ده ما كانش غريب تماما بالنسبه لاصحابه، لانهم متعودين على لك صاحبهم المجنون ده اللي بيشك في صوابع ايده نفسها. فقالوا له يا عم ريح دماغك، ما احنا مخلصين على امه وقاطعين دراعه كمان، انت بس محتاج تريح لك حبه حلوين الفتره الجايه، وبنرشح يعني انك تشوف لك واحده تحب فيك وتحب فيها. وكفايه قوي علينا الفتره اللي قعدناها في المكان الكئيب ده، مش بنعمل حاجه غير اننا بنحارب وننام، خاصه بقى لانهم كانوا متجوزين، والحرب دي خلت إيريك يفوت ولاده ابنه. حتى الواد جورا بقى حاسس ان بنته هتنسى شكله. قال لهم عشان اللي انتوا فيه ده بقى بالظبط انا مش عايز اتجوز، وشكلي كده هفضل وحداني ومع حالي عشان اهرب من وجع القلب ده. فجورا قال له والله انت عبيط، بكره تعقل وتعرف ان وجود عيله مستنياك ترجع ده احسن احساس في الدنيا. بس خلينا نسيب اجمل احساس دلوقتي على جنب ونمسك بقى اوحش احساس، لان في عدد مهول من الوحوش الشيطانيه رجع تاني يشكل غاره هجوميه عليهم. العيال مش مصدقه اللي بيحصل، زي بعد ما قتلنا كل العدد الجبار ده وملك الشياطين لسه في وحوش شيطانيه. فجورا قال لهم شكلها ما فيهاش مروح النهارده يا اخوات. حتى إيريك قال له شكلنا هنرجع الواد بطن امه من جديد وابقى اعمل له انبوكسنج بعدين. اما لاك دماغه كانت جواها حرب، لانه عارف ان اصحابه بعد كل المواجهات المباشره اللي فاتت دي نسبه انهم ينجوا من وسط العدد ده شبه مستحيله. وفي ثواني بدا انه يفعل تعويذاته السحريه، وقال لهم ان النهارده كده دوركم خلص، سيبوا المكان وامشوا وانا هتعامل. وطبعا العيال ما كانتش مصدقه الهبل اللي بيقولوا ده، يعني ايه نسيبك ونهرب؟ انت فاكرنا عيال صغيره؟ قال لهم ان ملك الشياطين لسه حي زي ما توقعت، ووجودكم عايشين حاجه مهمه في المستقبل عشان تحموا البشريه من شره. فجورا قال له اننا هنفضل دايما نقاتل جنب بعض تحت اي ظروف. فقال لهم انا بطولي، انتوا عندكم اللي يزعل عليكم وترجعوا ليه، وان خلاص القرار اتاخد وما فيش فيه رجوع. وفعلا فصل بينه وبينهم بحاجز صخري صلب بشكل غريب، ولكن العيال كانت رافضه تستسلم وعمالين يقولوا له اعقل وبطل اللي انت بتعمله ده، العيال هتموت من الرعب على صاحب عمرهم، وبيحاولوا انهم يعدوا الحاجز باي طريقه. ولكن خلاص لقد القرار، وقال لهم اني مش هستحمل اشوفكم قدامي ميتين واشوف عيالكم زعلانين عليكم، واني لو بقيت لوحدي هركز اكتر على قتل الوحوش ونسب نجاتي هتبقى اعلى. وفي صرخه واحده امرهم انهم يهربوا، ومع وصول الوحوش اللي كانت خلاص بتقرب منه بشكل مش طبيعي فعل سحره وهجم عليهم هجوم قاتل ملهوش مثيل. وبعد كميه ملهاش عدد من القتل الواد بدا يحس انه بيجيب اخره ومش قادر يكمل. ولكن دي كانت البدايه لنقطه تحول المعركه كلها، لان في هجوم واحد من جنرالات الشياطين عليه بقى حاسس ان كل ذره في قوته بتتسحب منه ومش قادر يقاوم. الواد بيعاني وخلاص بيطلع في الروح، واول ما قدر انه يفلت من ايد الوحش العملاق ده الوحش قرب منه وكان هيخلص عليه، ولكن في غمضة عينه وبمهارة مش طبيعية قدر انه يفعل تحويزة امتص بيها طاقة الوحش كلها وحوله الرماد بهجمة واحدة. ولكن دي كانت بداية لهجوم مش طبيعي بعدد اغرب مما اي حد يتوقع. ولكن لك رفع سيفه واللي جاي هو وكيفه، هجمات مش بتخلص، عدم شعور بالوقت وكأنه في عالم لوحده، مش عارف اللي عدى قد ايه، هل اسابيع هل شهور ولا حتى سنين، وكأنه فقد ادميته تماما. وكان الدافع الوحيد اللي بيحركه هو غريزة البقاء اللي بتخليه عايز يخرج من المكان ده حي بأي طريقة، لحد ما برجله وقع على جبل من جثث الشياطين. وفي اللحظة دي حصل اللي كان متوقعه ومرعوب منه، وفي وسط هجوم ناري جبار لحق نفسه فيه بالعافية قال لملك الشياطين والله وليك وحشة يا جربوع، بقيت واقف زي الاسد وصحتك زي البومب اهو. وعشان ما فيش وقت يضيعه جري عشان يهجم عليه، ولما حاول انه يراوغه بهجوم خلفي لبس في وشه هجمة رجعته بالزمن مش بس جابته على الارض. مصيبة يا جدعان، ملك الشياطين مش جاي يهزر وبيحاول يخلص عليه باي طريقة، لدرجة ان السيف اللي كان في ايده بقى مجرد حتت على الارض، والوضع كل ثانية بيبقى اسوأ. فقال له يولع السيف، انا ساحر ومن اعظم السحرة، وهجمة ورا هجمة بقوة مش طبيعية وكأنه بيصفي كل نقطة سحر في جسمه. ملك الشياطين بقى بيعاني، صرخات الألم ونظرات الأمل بقوا بيحاربوا بعض بكل قوة عندهم. وفي نهاية المطاف ومن تحت الأنقاض لك كان الفايز، ولكن شكل فوزه على ملك الشياطين ده غير شوية حاجات. وأول ما خرج من المكان اللي كان فيه حس نفسه مش عارف هو
فين ولا عارف اي حاجه. وطبعا لواحد عاش المده دي كلها بيحارب فما جاتش يعني على شويه المشي دول عشان يلاقي حته يتلقح فيها. وفعلا بعد حبه حلوين كان وصل العاصمه الملكيه، بس كان لازم قبل ما يدخل يعني يستر نفسه بدل ما هو شبه سوبرمان كده. واول ما كان قرر يروح هو بيت جورا صاحب عمره. ولما وصل الحارس كان رافض انه يدخله، فقال له قول له يا عم لك واقف مستنيك بره، ما تبقاش خلقك ضيق كده. فالحارس قال له يلا بلاش شحاته ورا، جت ونيله مليته البلد. وعشان كده الواد خدها من قصرها وقال يطلع على النقابه يطلع بطاقه مغامر جديده بدل اللي اتحرقت. وفي نص الطريق وهو ماشي لا بيه ولا عليه لقى تمثال غريب موجود في نص المدينه. فسأل الراجل كبره كده معدي قال له لا مؤاخذه يا حاج، هو التمثال ده بتاع مين بالظبط؟ قال له يخرب بيت سنينك انت ما تعرفش ده تمثال مين؟ اما جيل اخر زمن دول عليهم حاجات، ده تمثال الساحر العظيم لك. لا يا راجل، اما الدنيا دي غريبه بصحيح. الراجل قال له ان التمثال ده اتعمل له لانه من 10 سنين وقف بطوله قدام ملك الشياطين وقرر انه يخسر حياته مقابل انه يحمي حياه كل واحد فينا. وطبعا الواد اتصدم، ومش صدمه واحده، اول صدمه انه محدش عارف انه هو لك اساسا، وتاني صدمه بقى انه عدى 10 سنين من اللي حصل ده كله. فقرر انه يعمل عبيط ويكمل طريقه للنقابه. واول ما دخل المغامرين الموجودين بداوا انهم يرازوا فيه، ولحسن حظه قبل ما ياكل علقه ما كلهاش حمار في مطلع جورا كان هناك، وبطريقه مش مفهومه قدر انه يعرفه برغم شكله اللي بقى عيل صغير ده. والواد اتجنن لما شافه وبقى عمال يعيط ومش مصدق انه عايش اساسا. اما لاك فما كانش فارق معاه اي حاجه غير الاكل. 10 سنين من غير اكل اقل واجب يتذبح له عجل ليه لوحده. ومش بس جورا اللي وصل له المعلومه، الواد ايريك هو كمان وصل وقال له نورت بلدك يا بطل الابطال. والاتنين بقى عمالين يعيطوا ومش مصدقين انه عايش. وتقريبا كده اللي اختلف في ال10 سنين دول ان الاتنين بقوا بيعيطوا اكتر من العيال الصغيره. وبعد ما وصلت العياط دي خلصت قالوا لما صحيح مش شايف ان حوار شكلك ده غريب شويه؟ يعني بعد 10 سنين شكلك يرجع وكانك لسه شاب صغير. فالواد ما كانش فاهم هما بيتكلموا عن ايه اساس، لحد ما الاول مره يبص على شكله في المرايه من ساعه ما رجع، وكانت صدمه اكبر من كل الصدمات اللي عمال ياخدها دي. ولما قعد يفتكر اللي حصل قال لهم يمكن ده حصل بسبب اني سحبت جزء كبير من طاقه ملك الشياطين وانا بخلص عليه. ففجاه العيال اتصدمت وهو كان فاكر انهم اتصدموا من اللي بيحكيه، لكن الصدمه اللي بجد انه قدر يهزم ملك الشياطين لوحده. فإيريك قال له ان المملكه طورت وكبرت جيشها واستعدت خلال ال10 سنين دول عشان تهزمه لو رجع، وبما انك عملت كده انت تستحق مكافاه كبيره حرفيا. فجورا قال له سياده الملك بيتكلم صح. فقال له نعم، هو كمان إيريك بقى الملك؟ فقالوا له ما صحيح، نسينا نقول لك ان إيريك بقى الملك وانا بقيت زعيم نقابه المغامرين. ولما خرجوا بقى بره النقابه سالهم عن حوار التمثال اللي ما كانش فاهم سبب وجوده ولا مين اللي عمله اساسا، خاصه انه كان معجب بكل تفاصيله اللي كانت نسخه طبق الاصل منه. فإيريك قال له ان جورا كان حافظ شكلك ووصفه للنحات كأن الصوره قدام عينه، وان حوار التمثال ده ما فيش فيه مشكله، خاصه ان كل الناس كانت فاكره انك ميت يعني. فقال لهم يعني حوار رجوعي ده ممكن يعمل مشكله في طبقه النبلاء مش كده؟ وطبعا العيال كانت مكسوفه تقول له ان دي الحقيقه. فقال لهم سهله، واعتقد ان دي انسب فرصه ان ابدا حياتي من جديد كمغامر من الصفر. وفعلا خدوا الواد وطقموا له وعملوا له كارنيه النقابه كمان، واللي كان حديث بشكل ما كانش متخيل انه يشوفه حتى، لا ده كمان اختاروا لي اسم له عشان يبدا بيه حياته الجديده. فقال لهم والله ما عارف اقول لكم ايه على الواجب ده. فجورا قال له يا عيب عليك، لكن الاهم انت مش هتحس بملل بسبب حوار انك بدات من الصفر ده، ولكن اعتقد ان المتعه في حياته هتبدا من اللحظه دي. ومع وصوله النقابه كان اختار مهمه وراح بها القرو موظفه الاستقبال. فلما بصت على المهمه استغربت وقالت له انك لسه صغير على انك تواجه وحوش الجوبلين لوحدك. قال لها يا ستي العمر واحد والرب واحد فمش فارقه بقى. فقالت له بقول لك على المسا انا مش عايزه وجع دماغ. قلت المهمه دي لا يعني لا، لحد ما دخل عليهم 2 مبتدئين هم كمان وقالوا له ايه رايك ندخل في الحوار ده كله مع بعض. وطبعا الواد ما كانش قدامه فرصه يختار، قارو لبسته فيهم واجبرته انه يعمل المهمه معاهم. واول ما خرجوا من النقابه الواد قال له انا بقى يا سيدي اريو، اما البت الصغيره دي فهي اختي جيني. قال لهم وانا بقى اسمي له. وشكلهم كده خدوا على بعض بسرعه وبقوا طول الطريق عمالين يرغوا ويرغوا مش بيفصلوا، وطول ما هم ماشيين بيستكشفوا حاجات كتير مبهره بالنسبه ليهم، وكمان اتعلموا حاجات كتير جدا وهم في رحله البحث بتاعتهم. واول ما وصلوا لنتائج عن اماكن وعدد وحوش الجوبلين بداوا انهم يحاولوا يصطادوا منهم اي حاجه، لكن في عمليه البحث دي الواد لوك لاحظ كام حاجه كده، وان البت جيني خبرتها مش عاليه قوي لانها ما لاحظتش حاجات كتير عن طرق التمويه بتاعه الوحوش دي. وبما ان المشهور عن وحوش الجوبلين انها مش ذكيه فاكيد في حد تاني بيقودهم، ولكن بالرغم انه عرف كل ده حب انه ما يقولش كل حاجه يعرفها مره واحده، بس ده كان مخليه حاسس انه مسؤول عن حمايتهم حتى لو ده كلفه حياته. واول ما وصلوا مكانه كانه منجم قديم لوك قال لهم على دور كل واحد فيهم، واول ما اتفقوا بدا يتحرك وطلع سيفه والهجوم بدا. ولما بداوا يحسوا بالثقه قرروا انهم يعملوا غاره هجوميه ثلاثيه على النفق. وفعلا بعد هزيمه 30 واحد من الوحوش العيال
كانت خلاص قطعت نفس. فالواد بقى خايف على اخوه وقال لها انا مش عارف هقدر استخدم سحري اكتر من كده ولا لا، وهي قالت له انا باقي معايا 3 اسهم بس، وعشان كده قال لها انا شايف ان انسب قرار اننا ننسحب. طبعا اخته ما قدرتش انها تكسر ليه كلمه، ولكن شكل النصيب ناوي يوديهم في مكان غير اللي توقعوه تماما، لان فجاه من اعماق النفق ظهر صوت وحش مخيف. اصحوا يا ابطال العشيره، زعيم الجوبلين ظهر ومش ناوي يعديها على خير. ولكن بالرغم من ان الزعيم ظهر الا انه لوك حاسس ان في حاجه غلط، وان طريقه مشي ونظرات الوحش ده ما تقولش انه المتحكم في جيش الجوبلين. ومع تاني صرخه للوحش ظهرت بنت غريبه قلبها ميت وهجمت عليه، ولكن فرق القدرات كان واضح. مين دي ولا ايه اللي جابها هنا اساسا؟ وهل فعلا في حد هو اللي بيحرك الوحوش ولا لا؟ كل دي اسئله اكيد بتدور في دماغ كل واحد فيكم. فعشان كده لو عجبكم الانمي ما تنسوش تعملوا لايك وتسيبوا كومنت بتتوقعوا فيه اللي هيحصل، والاهم من ده كله ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا زرار الجرس عشان تبقى من اوائل المنضمين لابطال العشيره. عايزين نوصل ل1000 بطل وبطله من ابطال العشيره في اسرع وقت. رجاله وبنات العشيره اشوفكم الانمي الجاي.